انت بتعمل ايه يا بابا؟ بعمل ايه يعني؟ بعمل ايه؟ خليها قاعده جوه وانا اقوم واعمل الاكل واعمل الغدا. ايه ده، انت اللي عامل الغدا؟ كل يوم مين بيعمله؟ اه انت صح اللي بتعملها. مش عارفه انا بصراحه ماما بتعمل ايه. انا نسيتي ولا ايه؟ مش عارفه انا بصراحه. نسيت. ايوه انا نسيت. ايه رايكم؟ مش فاهمه. بصوا يا جماعه الاكل بابا اللي عامله تحفه خطير. لا هام. ماما اللي عامله الغدا يا جماعه، عامله لنا كبد وقوانص النهارده كالعاده. ماما اللي عامله الغدا طبعا. قصدي بابا، قصدي ماما. طب انا اقول ايه دلوقتي؟ تعالي يلا عشان تعالي يلا. ايه انا بختم الحلقه اللي انا عاملها. بقول لك تعالى عشان تدوق. انا بختم الحلقه اللي انا عاملها. عامل ايه؟ البطاطس. بطاطس ايه؟ هيحرق البطاطس يا جماعه. يعني يوم ما يخش المطبخ ينسب كل حاجه كالعاده. كالعاده ربنا ما يقطعلكش. يا جماعه منيو الاكل ده بناء على طلبنا امبارح. تحفه يا بابا، تسلم ايدك. تحفه يا ماما، تسلم ايدك. مش عارفه اقول ايه انا دلوقتي. تقولي ايه وتعيدي ايه؟ ماما ايوه ماما. ماما اختم الحلقه بتاعتي. بس انا قلت لها اعملي بطاطس كتير بس مش للدرجه دي يا ماما. يعني انت عامله ده ايه كل ده؟ كتير. اللي عامل؟ طالبه كتير، عملت لك كتير. مين اللي عامل؟ ايوه يا بابا انا قلت لك عايزه بطاطس كتير. ايه كل ده؟ ايوه عامل ايه يا عم الحاج؟ ما اسيبكم تتمقتوا. ايوه صح. امكم لو على امكم ايوه ولا مش فاهمه. هتتغزوا. الكلام ده لومي لومه. متخيلين؟ يعني انتوا هتسكتوا كده؟ طبعا هم عارفين ان كل ده كذب. بصي دهب. ايوه دهب. دهب. حبه ملح بقى وفلفل. دهب. حبه ملح لسه وفلفل الله انت يخليك. قلبتها واخد لي بالك؟ انت ايه؟ انت مش عارفة. قلبتها. ودي كانت حلقتنا النهارده. أيوة. هنعمل مطبخ هاني جمعه. يا عم الشيف هاني صل جمعة. على النبي. اتلغت مين؟ لومي مطبخ لومي بقت مطبخ. مين لغاها؟ انا. لا تعالى بس هقول لك بس. استنى بس احط لا التاتش. مش عايزين تاتشات. اقف كده اهو الله يبارك لك. احط التاتش. امسك معلقتك ايه؟ دوق. والاكل ده. اللي انا انا عامله. عايزاك الاكل اللي انت عملته وانت ما أنا عارف. نايم. الاكل اللي انت عملته وانت نايم. ما أنا ده عارفه. طول النهار. ايوه هو اللي عمله، انا شفته وانا نايمه في الحلم وهو بيعمله. انا عارف طعمه. انا اكل. ودي حلقتكم اهي. ودي- كمل بقى. الشوربه بتاعتي. ايوه الشوربه بتاعتك حلوه. تسلم ملح ايدك. اتظبط. تسلم ايدك. ملح اتظبط. ملح بقى جميل. تسلم انا ايدك. بحب بقى القوانص. اه. ماليش في الكبد قوي. اه اه اللي انا عامله. ايوه. طب انا بقول ليه؟ ما عشان تقول لنا اللي انت عامله. ودي بطاطس دي بص. ايوه. انت دوقي كده. وقفت اتكسر ظهرك على الحوض وانت بتغسل الكبد والقوانص الله دي. سامعين القرمشه. مين اللي عمل؟ انت لسه جاي من جوه اهو. هما الناس معايا من اول الفيديو. من ملح اتظبط قوي. ملح اتظبط. عجبك الشوربه؟ حلوه؟ بالله عليك يا جماعه هتعجبكم. أيوة. الشوربه دي تحفه هتعجبكم جدا. ايوه اللي بابا عاملها. هتشوفوا طريقتها كمان شويه. ايوه اللي بابا عاملها. عارفه بنت لو طلعت لك حلوه كبد والقوانص غسلها بقى لما مش عايزه اقول لك. عمايلي. والبطاطس بقى بصوا. ايوه هو اللي غسلها. يسلم عشان ايديا. انا بعمل دايت. ايوه هو اللي عاملها. يسلم ايديا. ايه رايك في الاكل الفتره تحفة. اللي فاتت دي؟ تحفه يا ما بتعملش فيها بابا. أكل خالص. خطير ملحك أقوم اتظبط. انا واعمل الاكل أي. واغسل مواعين. ملحك وانا بغسل الغسيل واحنا اللي بنروق وماما قاعده ما بتعملش اي حاجه. تعمل ايه؟ طيب أيوة. ماشي. وعندنا امتحانات يا القناة بقت جماعه. اسمها ايه؟ مطبخ هاني جمعه. ماشي بغض النظر عن كل اللي سمعتوه انتوا تصدقوا عني كده. مصدقين. انا عايزه في بصي الكومنتات الاوانس. بصوا يا فجروا اوانسو يا الكومنتات. اوانسو. بصي. اوانسو. يا اوانسو يا اوانسو. مين اوانسو؟ اوانس. فجروا الكومنتات دفعوا لي. ايوه. جيشي حبيبي. أيوة. عموما الاكل ده كله النهارده هوريكم عملته ازاي. والكبد والقوانص طبعا عملتيه؟ انا مين اللي عمله؟ الحاج عمله. الحاج ماشي هتشوفوا ايد الحاج في الكاميرا وهي بتعمل الاكل. والشوربه دي لازم تجربوها عشان هتعجبكم قوي. ايه كل ده ملح. دي بتخش المطبخ يا جماعه وانا نايم عشان انا ما اقومش واكلوا الجو كالعاده. خد يا ابني. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. هنبتدي في الأكلة بتاعتنا الكبد والقوانص. جبتها من عند الفراخجي. بحب أجيبها طازة. وبعد ما غسلتها كويس وقبل كده غسلنا الكبد والقوانص مع بعض وعرفتوا انا بغسلها ازاي. هبتدي بقى اقطعها لقطع اصغر من حجمها طبعا علشان تستوي كويس. اما بالنسبة للقوانص فانا بقطعها اصغر طبعا من الكبدة علشان الاتنين اضمن ان هم استووا سوا كامل يعني. تمام. بقطع كويس قوي كده زي ما انتوا شايفين وبعدين بغسلها تاني. هنا بقى بشطفها بس هنا تحت الحنفية. لكن الغسلة الاولانية كانت غسلة بقى محترمة يعني نشيل كل الدهون
الدهون اللي في القوانص، وبنفتح القلب ونطلع الدم اللي جواه وننضفها كويس. بعد ما شطفتها هنا بعد التقطيع هبتدي اصفيها كويس في المصفى دي، وبعدين هبتدي احطها تاني بعد ما اصفيها من الميه، احطها بقى في البوله دي. وبعدين زي ما انتوا شايفين كده بشطف تاني المصفى اللي انا حطيت فيها. بصوا مهم قوي ان البولات اللي بتشتغلي فيها كل دور تشطفي البولة تاني، يعني تمام، عشان ما تضمنيش برضو اي روايح اي بواقي زفارة فيها تروح. هنا بقى بحط مية نظيفة من الحنفية على الكبدة بتاعتي، وببتدي اعصر عليها ليمونتين كبار كده زي ما انتوا شايفين. بشطف الليمون الاول طبعا، وبعصر الليمون وبسيب القشر بتاعه منقوع معاهم، فاهمين؟ هنا انا الليمونه كانت كبيره شويه، اكتفيت بليمونه واحده. تمام. هبتدي بقى هنا مقطعه راس توم كامله، هحطها في الكبه، او ممكن تطحنيها عادي في لو عندك هراسه توم، او لو عندك هون بتدقي فيه عادي جدا يعني. وقرن فلفل حراق، لان الوصفه دي كل ما كانت حراقه كل ما كانت احلى. هحط ملح وكمون وفلفل اسود وشطه وكزبره ناشفه وشويه من السبع بهارات، وهبتدي اطحن الثوم كويس قوي. وبعدين هاخد الكبده والقوانص اللي انا كنت نقعاهم في الليمون واصفيهم تصفيه حلوه قوي، واصفيهم من الميه واسيبهم يتصفوا كده شويه في البوله دي. وبعدين بقى هجيب الحله اللي هسوي فيها على طول زي ما انتوا شايفين كده، صفيت الميه منها، وهحط بقى الكبده بتاعتي، واحط بقى البوله والمصفى عشان يتغسلوا بعد كده بقى الغسله بقى الاخيره بالصابون بقى والليفه والدعكه الحلوه. المهم هاخد خليط الثوم اللي انا فرمته ده، وهبتدي اغلف الكبده كلها بالخليط ده. اخلي بصوا امزجهم كويس واقلبهم مع بعض كويس جدا جدا، علشان اضمن ان الثوم وصل لكل حته كبده وحته قنصه. خلاص. وبعدين هجيب حوالي 3 معالق زيت كبار بالنظر كده، وهقلب تقلبتين، واحط بقى الحلة على النار تنزل ميتها. يعني هي بعد ما هتعلي على نار عالية في الأول خالص هتبتدي تنزل المية بتاعتها، وهدي بقى خالص واسيبها تستوى منها فيها، ما بحطش أي مية تاني. هنا حطيت شوية زيت في حلة، وهبتدي بقى أجهز طبق الشوربة المتين اللي انتوا شفتوه. بعد ما الزيت بتاعي سخن قوي نزلت بالمكرونة. هدي المكرونة لون ذهبي كده جميل زي ما انتوا شايفين، وهبقى على جنب كده اكون مجهزة بصلاية متقطعة. هنزل بالبصلاية دي على المكرونة كده زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا اهو. بصوا بصلاية صغننة مقطعاها قطع صغيرة، وهبتدي اشوح البصل مع المكرونة يا دوب بس البصل ياخد تشويحة، انا مش عايزة احرق المكرونة. تمام. وهنزل كمان بشوية جزر متقطعين صغير، هشوح الجزر. وهنا معايا برضو حوالي نص كوباية بسلة كانت موجودة عندي في الفريزر، برضو حطيتها. وهشوح الخضار ده كده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين، تشويحة حلوة. مش هستنى كتير عشان المكرونة ما تتحرقش. وهكون مجهزة معايا مية سخنة من الكتل. لو انتي عندك شوربة فراخ حطي، يعني اعمليها بالشوربة. انا هنا علشان ما كنتش مجهزة شوربة او ما كانش عندي شوربة، اكتفيت بالمية من الكتل، وحطيت مكعبين مرق الدجاج. خلاص. انما لو انتي هتستخدمي شوربة فخلاص ما تحطيش مرق الدجاج. هنا انا حطيت مكعبين من المرقة، وهحط كمان معلقة كبيرة من معجون الصلصة الجاهزة. لو انتي عاوزة تنزلي بالمعجون بتاع الطماطم ده في الاول خالص مع الخضار، وتشوحي معلقتين الصلصة مع الخضار، ماشي مفيش مشاكل. حطيت شوية ملح، وهحط كمان فلفل اسود وفصين حبهان. عايزه تحطي ورق لورا ماشي مفيش مشاكل، مستكه ماشي. هنا بقى هبتدي اظبط بقى التوابل، توم باودر وبصل باودر، مش هكتر اكتر من كده، وهسيبها بقى لحد ما الخضار بتاعي يستوي. هنا في تكايه للسلطه بحب اعملها لما اجي احدق السلطه، بحب احدقها بدريسنج كده بعمله في بوله على جنب. بحط ليمون، خل، كمون، شطة، فلفل اسود، ملح، وسنة زيت، واقلبهم كويس مع بعض. وبعدين انزل بالخليط ده على السلطة مرة واحدة، بيعمل تيست حلو قوي للسلطة، وبيديها طعم حلو قوي احسن ما تحطي كل حاجة لوحدها.
كل حاجه لوحدها، يعني الكمون لوحده والثوم لوحده والفلفل لوحده والكلام ده كله. هنا بقى بصوا الشوربه بتاعتي وجمالها، شايفين بجد كان طعمها رائع. دي بقى ايه اسمها؟ شوربه الزنقات او الازمات. ما يكونش عندك لحمه عندك فراخ وعايزه تعملي شويه شوربه تدفيهم، تعملي الشوربه دي سهله قوي وجميله. وادي شكل الكبد والقوانص، سهله جدا، وكانت غدوه سريعه وجميله بجد والله، انبهروا بيها، كان طعمها حلو قوي. والحاج يجي في الجاهز كده وعلى الجاهز، يخش المطبخ في الاخر بعد ما يصحى من النوم ويلاقي الغدا جاهز، يخش ينسب كل ده لنفسه. ماشي يا حاج، الله يسامحك، انا موافقه، زي بعضه بقى، يلا زي بعضه. ده شكل الاكل بتاعنا النهارده يا جماعه، يا رب يكون عجبكم. ودي كانت حلقه البطاطس النهارده اللي انا طلعتها. أيوة. ونشوفكم في حلقه بطاطس جديده. وانا بطلعها وانا بطلعها برضه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا مع السلامه.